السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انت عايز تتغير فالتغيير مش بالنية، التغيير بالمعاناة والألم والالتزام بالخطة، ولازم التغيير يبدأ من عندك انت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الفيديو ده يمكن يكون نقطة تحول ليك، بس خليك عارف انك لو سمعت كل فيديوهاتي وكل فيديوهات اليوتيوبر اللي بيتكلموا عن تطور الذات مش هتتغير، لان التغير لازم يبدأ من عندك انت. فلازم تتغير ولازم توصل لأفضل نسخة من نفسك. اول حاجة لازم تعرفها، انت عايز تغير ايه في نفسك؟ هتتغير من ايه لايه؟ ايه الشخصية اللي انت عايز تكون عليها؟ لازم تعرف ايه اللي محتاج يتغير في حياتك. طالما انت نويت انك تتغير فكمل للآخر. يعني مش تتغير يومين او 3 وبعدين توقف. كلنا بنبدأ بس مش كلنا بنكمل لآخر الطريق. عايزك تتغير تغير حقيقي، عايزك تلتزم بالخطة عشان توصل. لازم تبطل اي عادة سيئة بتعملها، لازم تبطل اي حاجة وحشة فيك، لازم تكون افضل نسخة من نفسك، ولازم تبطل اي حاجة مش كويسة انت بتعملها. لو ما بتصليش صلي، لو بتشرب سجاير بطل، لو بتعمل عادة سرية بطل. خلي علاقتك بربنا علاقة قوية. لو ما بتشتغلش على نفسك اسعى واشتغل على نفسك وشوف ايه اللي ناقصك. انا عارف انك لما بتبدأ الحماسة بتبقى واخداك وبتبقى عايز تشتغل على نفسك وتغير من نفسك وكده، بس بعدين بتفقد التحفيز ده وما بتبقاش قادر تتحرك ولا عايز تشتغل على نفسك. بس خليني اقولك، عشان كده انت لازم تبقى منضبط مش متحفز. بس اللي صادق في كلامه واللي عايز يتغير فعلا هو اللي بيكمل لآخر الطريق. الاستمرارية هي اللي هتوصلك لأي حاجة انت عايزها. لازم تعرف الشخص اللي انت هتكون عليه، لأن التغيير بيحصل من الصورة اللي في خيالك. اقفل باب الرجوع لأي حاجة كنت بتعملها طالما نويت التغيير. طالما نويت التغيير يبقى شكرا، ما انت ياما وقعت وياما رجعت، استفدت ايه؟ وخلي بالك فترة التغيير دي انت هتكون كل حاجة لنفسك، لا في حد هيقف جنبك ولا في حد هيسندك. عشان كده لازم انت تكون كل حاجة لنفسك. اتغير عشان بكرة تكون فخور بنفسك. انت ممكن تغير حياتك بالكامل لمجرد انك بتغير 1% بس كل يوم. اكبر عدو للتغيير مش الفشل، الراحة. كتر الراحة وحشة، حتى عقلك هيقاومك في فترة التغيير. عشان كده لازم تكون واعي لنفسك، ولازم تكون جاهز لأي أعراض انسحاب هتقابلك. وما تحاولش تغير كل حاجة مرة واحدة، كل حاجة بتيجي بالتدرج. ولو وقعت في أي وقت لازم ترجع بأسرع سرعة. وخلي بالك، أفضل طريقة لإنك تلتزم بالخطة إنك ما تستناش إنك تبقى جاهز، إنك تبدأ دلوقتي. صدقني مفيش حل تاني غير انك تتغير. انت بقالك فترة كبيرة قوي على نفس النظام اللي انت ماشي عليه وما تقدمتش خطوة لقدام. كل مرة بتقول انا هبطل، انا هعمل، انا هتغير، وبترجع برضو لنفس نقطة الصفر. طب امتى انت هتتغير تغير نهائي وتغير جذري ومش هترجع للي انت كنت عليه وهتبقى افضل نسخة من نفسك؟ صدقني مفيش حل غير انك تتغير. لازم تاخد القرار ده. اول حاجة تاخد القرار انك تتغير، تاني حاجة تعرف انت هتتغير ازاي، تالت حاجة تبدأ تطبق وتتغير بالفعل. عايزك تتغير في كل جوانب حياتك للأفضل، قناعاتك واهتماماتك ومهاراتك وعلاقاتك، تتغير في كله. عايزك تغير حياتك وتنجح في أصعب الظروف. انت أصلا محتاج تتغير. اختفي 3 شهور، شهرين، 4 شهور، 6 شهور. ما تفتحش السوشيال واقفل البرامج واحذف البرامج لحد ما توصل للي انت عايزه. انت فيك شخصين، واحد عايز يفضل زي ما هو وواحد كل يوم بيقولك انا عايز اتغير. وانت بقى اللي هتحدد مين فيهم اللي هيكسب. وانت وصلت لحد هنا يبقى انت فعلا عايز تطلع للنور وعايز تتغير. ابدأ اعمل خطة لنفسك وخد القرار ونفذ على طول. وبكده الفيديو يكون خلص. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.